بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده يا شباب فيديو مهم جدا جدا جدا. النهارده يا شباب هنكلمكم عن ازاي الحمام يبيض 3 بيضات، وهنوريكم عمل مع بعض الحمام بايض 3 بيضات، والحمام كمان بيطلع ال3 بيضات وبيزق لهم بشكل كويس، وهوريكم زغاليل تلاتات وهوريكم بيض تلاتات ما شاء الله تعالى. الراجل طبعا المربي الشاطر دوت اخونا حامد محمد بيخلي الحمام بتاعه كله يبيض 3 بيضات ويطلع 3 زغاليل بطريقه جديده، وهو بيحط نوع اكل معين. انا استغربت يا شباب لما بنبص في العشوش بنلاقي طبعا الحمام بايض 3 بيضات ما شاء الله تعالى. يعني انا استغربت انت بتحط له ايه طبعا من الطعام او بتحط له ايه من الادويه. فما شاء الله يا شباب شايفين 3 زغاليل و3 بيضات. نشوف برضو الحمام اللي تحت ده يا شباب 3 بيضات يا جماعه الخير اهوت كله على عينك يا تاجر. فطبعا هنقول لكم فيديو قوي جدا 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 يا شباب النهارده ان شاء الله تعالى. ادعمونا باللايك يا جماعه الخير عشان نوصل الفيديو ده للناس. الناس تربي والناس تعرف تنتج، والناس تعرف ان هي تربي الحمام بطريقه جديده. الناس اللي عامله مشروع تعرف ان هي تكسب المشروع بشكل كويس، وتعرف ان هي تنتج بشكل كويس. طبعا يا شباب طبعا في طريقه الراجل ده شغال بيها مع الحمام، فهنقول لكم الطريقه بتاعته وهيقول لكم هو بيعمل ايه مع الحمام وهو بيعمل ايه عشان يخلي ان الحمام ينتج بشكل كويس. فين يا جماعه الخير ما شاء الله تعالى مش بس 3 بيضات، لا ده 3 بيضات واهاليهم فاكين ال3 بيضات او محضرين ال3 بيضات، واحجام ما شاء الله تعالى. يعني حاجه تفرح، يعني حاجه تفرح. هنربي حمام بطريقه جديده، هنربي حمام بطريقه جديده، هننتج حمام بطريقه سليمه، هننتج حمام بطريقه سليمه. مشروع الحمام هيبقى مشروع معانا مشروع ناجح ان شاء الله تعالى، هيبقى مشروع حمام ناجح. انا ملاحظ يا شباب ان في زغلول فاكك والزغلول الثاني كان كابس، وهو طبعا بدا ان هو يخرج الزغلول الثاني. فان شاء الله تعالى الزغلول عايش وتمام التمام اهوت. ان شاء الله تعالى الزغلول ده يفك الصبح باذن الله تعالى، وان شاء الله تعالى يكتمل النمو بتاعه. شايفين يا جماعه الخير خير كتير ما شاء الله تعالى. في 3 زغاليل هنا برضه شباب اهمت، ولكن في زغلول فيهم ضعيف شويه. ده طبعا لان ممكن البيضه دي تكون متحضنه او يكون الاهالي بيضه بعد يومين 3 لما باضوا البيضه الاولى، لان زي ما قلت لكم الحمام عند الراجل ده كله بيبيض 3 بيضات. عايزك تقول لي يا ابو احمد انت بتاكل الحمام ده ايه عشان ان انت تنتج ال3 بيضات؟ ان مفيش حد طبعا بيصدق على اليوتيوب ان الحمام بينتج 3 بيضات. فعايزك تقول لي انت بتاكل الحمام ده ايه عشان، او تديله علاجات ايه؟ بتديله كالسيوم، بتديله ديكال، بتديله بديكال. تقول لي برضو المربين عشان الفيديو ده الغرض منه ان الناس تستفيد وان الناس تعرف تربي حمام بطريقه صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيبوا فول وعدس ونجيبوا ذره ندششوه، تمام، ونجيبوا غله، تمام، ونجيبوا عيش، تمام، وندششوه برضك، تمام، في سبيل الاكل كله يبقى ناعم معايا. تمام. عندنا كل حاجه هنا بسم الله. يعني بتلاقي ان الزغاليل او الحمام ما دام ما تعبش معاك بتلاقي الدنيا تمام معاك، تمام. بتروح تلاقي الزغلول قدامك تعبان ضعيف زي ده ما شاء الله بنحاول نعالجه. تمام. انا ما بنعالجش الا غير بالفلاجين. تمام. الحصله دام كبرت معاك والحمام من ورا خس كده تعرف ان هو على طول في مرض في المعده. تمام. فاحنا بنحاول بنجيبه بالفلاجين لان الفلاجين تقيل وبتم في المعده ياما. تمام. عندكم بردك الحمام زغاليل اهو 3 كلها زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله تعالى. 3 هنا بردك و3 هنا اهو. ما شاء الله تعالى. وبردك والحمام الكبير نفس الموال هنا اهو. ما شاء الله تعالى. يعني ده حمام نوع حمام ايه ده يا ابو احمد؟ ده مش بلدي حمام ده. الحمام ده امه غطاوه وابوه ملطي. يعني حمام هجين ما شاء الله تعالى. تلتينات. ما شاء الله. ما شاء الله. ده الحمام التلتينات يا شباب عشان الناس تبقى عارفاه برضه. الحمام التلتينات اللي احنا بنتكلم عليه في فيديوهات حمامه حجمها تحس ان هي حمام رومي يعني، ولكن هو حمام تلتينات. بتلاقي بردك ده تلتينات برضه. حمام برضه تلتينات يا شباب عشان الناس اللي واخده بالها من الحمام التلتينات. حمامه يعني ما شاء الله، يعني حمام فعلا تحس ان هو حمام رومي. خلينا في الفيديو بتاعنا يا ابو احمد، وعايزك تكلمنا برضو ازاي الحمام بيبيض 3 بيضات. ازاي الحمام بيبيض 3 بيضات؟ عادي خالص، ما زي ما قلت لكم بالاكل. وتعالى بصوا اتفرج هنا. تمام. هنا الحمامه. طيب يا جماعه الخير طبعا انا حبيت اوريكم حاجه غريبه من نوعها. الحمام كله بايض 3 بيضات. وهنا برضك الزغاليل اهو. طيب يا جماعه الخير مفيش حاجه اسمها حمام بيبيض 3 بيضات. مفيش يا شباب حمام حاجه اسمها بيبيض 3 بيضات.
الناس على اليوتيوب يا شباب بتعمل نفس الطريقه. انا حبيت اوريكم الطريقه من الاول للنهايه. ممكن عادي ان انا احضن 3 زغاليل تحت حضان واحد. طبعا ابو احمد لما قلت له الحمام بيبيض 3 بيضات قال لي مفيش حاجه اسمها الكلام دوت. انا فعلا بحضن 3 بيضات، ولكن مفيش حاجه اسمها حمام بيبيض 3 بيضات. حتى لو وكلت لحمه، لو وكلت الحمام لحمه، مفيش حاجه اسمها الحمام بيبيض 3 بيضات. قول لنا يا ابو احمد انت بتعمل ايه مع الحمام عشان نشوف 3 زغاليل ما شاء الله تعالى. طبعا يا جماعه لازم نستفيد من الفيديو دوت، لان الراجل ده هينقل لنا فكرته وهيقول لنا طريقته ازاي ان هو بيخلي الحمام 3 والبيض 3 عشان ان هو ينتج بشكل كويس وان هو يفرق بشكل كويس. مفيش حاجه يا شباب حمام اسمه بيبيض 3 بيضات. احنا كلنا انا براهن على وعي المشاهد وبراهن على فكر المشاهد. انا يا شباب حبيت اعمل لكم فيديو ده مخصوص عشان محدش يطلع يقول لكم في حمام بيبيض 3 بيضات ولكن ممكن تحضن 3 بيضات. طبعا يا ابو احمد هيقول لنا الطريقه بتاعته. اتفضل يا ابو احمد قول لنا الطريقه بتاعتك للناس عشان الناس كلها تستفيد. انت بتعمل ايه لما عشان تحضن 3 بيضات عشان تفرخ 3 زغاليل؟ انا عندي مثلا جزء زي ده وجزء زي ده وجزء زي ده. ال3 انا جمعتهم وكان في عش هنا زي ما انت شايف هنا كده، كان في عش نجدت هنا ده من هنا وده من هنا، كلك بيضين في يوم واحد. تمام. ده اول جزئين. تمام. عندي برضك هنا كان عندي جزء هنا اهو. تمام. برضك نفس المواد محضن برضك مع جزء من تحت من هنا. تمام. الثلاثه تمام. الثلاثه زي ما انت شايف، وهنا برضك ال3 هنا اهو. تعالى. تمام. تعالى تحت هنا برضك. بسم الله الرحمن الرحيم. دول ال3 بيضات يا جماعه الخير. ده الراجل ده محضن برضه هنا 3 بيضات، بيخلي الحمام يبيض في يوم واحد وينقل. طبعا الحمام يخلي تحته 3 يكون بشرط ان هم يكونوا بايضين مع بعض في يوم واحد او قبلها بيومين او بعدها بيومين، ويبدا ان هو يحضن البيض 3. ولكن يا شباب ما خليش حد يضحك علينا، احنا ناس كلنا وعي وكلنا ثقافات. مفيش حمام اسمه حمام بيبيض 3 بيضات. ابو احمد حابب يقول لكم طبعا لو حد بيقول لكم في حمام بيبيض 3 بيضات، مفيش حمام يا شباب بيبيض 3 بيضات. احنا بنراهن على وعيكم. ما خليش حد يقول لكم حمام بيض 3 بيضات. والله العظيم لو وكلتوا لحمه ما هيبيض 3 بيضات. بتبقى حالات نوادر 1%، وبيبقى اول وش او اول شغل الذكر والنتايه ممكن يبيض 3 بيضات، ولكن مفيش حاجه اسمها حمام بيبيض 3 بيضات. ده حضانه يا شباب. الطريقه ديت عمليه بتخلي ان انت تنتج كتير. انت لما تاخد بيض من تحت الاهالي بتقعد اسبوع او 10 ايام وتبيض تاني. فبالطريقه ديت ان انت بتقدر تنتج حمام كتير، والطريقه ديت ان انت تقدر تستفيد من تربيه الحمام. طبعا يا جماعه الخير بنقول لكم من مكان اخويا حامد، لان هو الراجل ده مربي فعلا من انجح المربيين اللي قابلتني. بيفرخ زغاليل كتير. شايفين يا شباب زغاليل اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. حاجه فعلا يعني تخلي المربي او الغاوي يفرح بتربيه الحمام. مفيش حد بيحضن 3 بيضات يا شباب غير الراجل دوت. الطريقه ديت ناجحه معاه. وريت لكم عشوش كتيره اهيت ما شاء الله تعالى، فيها 3 يا شباب اهيت ما شاء الله تعالى. فالراجل ده بربي حمام بطريقه سليمه وبربي حمام بطريقه جيده جدا. فيا رب يا شباب تكونوا انتوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. بالنسبه لل3 انا بنجي الجزء الحنين. تمام مظبوط. الجزء الحنين انا عندي الجزء ده حنين، عندي الجزء ده حنين، عندي الجزء ده حنين. تمام. انا زي ما انتم شايفين كده بنحب نحط له 3. تمام. في جزء ثاني انا هو حمامه بيكبر صحيح. تمام. بس مش حنين. تمام. بساعات بيسهج ويوكل بس ضعيف، بيتعبني انا معاه. تمام. بيشغلني انا ازيد من طاقتي. تمام. لازم نروح له الصبح ونروح له الظهر ونروح له المغرب. تمام. اما الجزء الحنين ده بيطلعوش مره واحده بس في اليوم. تمام. بنروح له بالليل زي ما انتم شايفين كده ناكله والسلام عليكم. تمام. اما بالنسبه لاي حمام ثاني يعني مثلا الجزء ده هو التلات فعلا هنا اهو. بس مش حنين. تمام. ده بيتعبني معاه. ماشي. تمام. الجوز ده بيتعبني معاه. فانا عندي كذا جوز بيتعبني معاه. تمام. اما في جوز ياما عن ال3 اللي انت شايفها ده وده. تمام. وده حنينين ما بيبهدلونيش ولا بيتعبوني. تمام. وبريحوني. بيدي فتره اللبا بيديله حاجه كويسه، بيخلي الحصله بتاعته تكبر. حلو. طول ما بيزج ويوكل بيخلي الحصله تكبر. انا بنخش بطريقتي نوكل بكل سهوله. تمام. اما الجوز التنك اللي مخليني وبتعبني معايا ومش حنين وبهدلني، تمام، بتلاقي اللي انا حصلته صغيره. تمام. عبال ما توسع معايا بتاخد لها اسبوع. لا انا في الاسبوع مع الحنين انا خلصت مهمتي. تمام. خدته ووكلته وجهزته وبعته. تمام. في الاسبوع او 8 ايام او 10 ايام دولت انا بعته. اما ده بنبدا معاه
بيخليني نقعد 10 ايام عبال ما نوسع له حصلته ياخد معاه الكميه اللي انا عاوزها. السرنجه اللي شايفها 60 سم ده تمام. ده انا بنديها يعني جزء زي ده عمره اهوت بالظبط ما يكملش 10 ايام. حطيته السرنجه قدامك بحل، حلو، اكلته السرنجه بحل. تمام. ده عشان خاطر عمر 10 ايام يا دوبك هياخد 10 سم. تمام. فده بيغيب معايا. اما الجزء زي ده بالظبط هو بالظبط عمره ان شاء الله 8 ايام النهارده، 8 ايام كمان 15 يوم هنبيعه. تمام. اما الجزء ده لازمه 25 يوم. تمام. في فرق برضك عشان برضك ما نحطوش على المشاهد والمشاهد يقول انت بتقول كلام ما بيحصلش، ده الكلام ده صعب. تمام. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده مش موجود. كل حاجه برضك موجوده قدامكم. واحنا ما بنقولهمش غير الصراحه، اصلا مش مستفيدين حاجه. يعني عندي جزء ده مثلا عمره النهارده 13 يوم. تمام. الزغلول ده كمان بالظبط اسبوع هتبيعه نص كيلو. ما شاء الله. هتلاقوا الزغلول من ده نص كيلو بالظبط. ما شاء الله. عمر الزغلول زي ما انتم شايفين كده بالظبط 13 يوم. طلع قريشه كامل لان انا مساعده. تمام. مش يعني من معنى صح، يعني انا مساعده ازيد من اللازم لان امه مساعداني. تمام. اما جزء زي ده حمام، يعني في فرق، عايز توصل المشاهد في فرق بين الحمام الحنين والحمام اللي مش حنين. مظبوط. عندي جزء برضك هو مش حنين بيغلبني. تمام. عندي جزء حنين اهوت انا ما بلحقوش. تمام. يعني جزء زي ما انت شايفه ده مش حنين. تمام. جزء فريحه هنا برضك حنين، ده انا من مسافه 15 يوم بيكون اتكل على الله. تمام. فريحه بيقعد 21 يوم اهو. تمام. فرق اسبوع. تمام. سبع ايام دولت دي يكون ضحت ودي لسه ما ضحتش. تمام. ده كله زي ما انتم شايفين كده كل الحمام. عندي جزء برضك تحت هناك اهو. تمام. وريكم برضه يا جماعه الخير برضه نشوف الحمام مع بعض اهوت. تحت جزء هنا اهو امه مساعداني. تمام. امه مساعداني. ما شاء الله يا شباب، شايفين يا شباب حصلته. الحمام الحنين الفرق بينه وبين الحمام مش حنين. الحمام الحنين يا شباب بزق بطريقه سليمه. شايفين يا جماعه الخير الزغلول على الارض عامل ازاي؟ ده مساعدني. ما شاء الله. الله ده عمر بالظبط 7 ايام. ما شاء الله. كمان 7 ايام زيهم هتلاقيني مساعدني لحصة الحمام. انا عطيت له سرنجه وياخد تاني. ما شاء الله. لان امه مساعداني. ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك. دعواتكم يا شباب بالزياده والبركه، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم. الفيديو بتاع النهارده يا جماعه الخير بعيد وانوه وانبهكم تاني، مفيش حمام بيبيض 3 بيضات عشان الناس اللي بتقول في حمام بيبيض 3 بيضات. والله العظيم لو اكلته زي ما بقول لك كده يعني لحمه، فمش هيبيض 3 بيضات. انا براهن على وعي المشاهدين يا جماعه الخير. حبيت اقول لكم في بدايه الفيديو ان في حمام بيبيض 3 بيضات. ممكن يكون في ناس فيكم صدقت، ولكن ديت مش الحقيقه يا جماعه الخير. حبيت بس ان اقول لكم الحقيقه، حبيت ان اقول لكم التجربه بتاعتنا. يا رب يا شباب تكونوا استفدتم، ربنا يجعل فيديوهاتنا في ميزان حسناتنا. بنشكر اخونا حامد محمد اللي احنا بنصور من الغيه بتاعته ومن المكان بتاعه. كان فيديو بتاع النهارده يا جماعه الخير. يا رب الناس كلها تكون استفادت من الفيديو. لايك يا جماعه الخير لو وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي. ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناه، اللايك بتاعك الجميل. ففيديو بسيط النهارده كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو كلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.